زنجر الدجاج أو ستريبس الفراخ. طبعا كلنا عارفينه وعارفين الرز الريزو المشهورين جدا. بنجيبهم من بره بأسعار بقت خيالية تقريبا. هنعملها مع بعض بمنتهى السهولة، وكمان جودة ونظافة احنا ضامنينها. ده غير بقى ان الطعم هينافس بجد اي مكان ممكن ناكله منه من بره. معاكم هالة. يا ريت لايك وشير للفيديو لو عجبكم ان شاء الله. ويلا بينا نشوف هنبدأ نعمل ايه. اول حاجة عندي صدور الفراخ. انا هنا جايبة صدرين. هنا انا خالية الفراخ بنفسي ومطلعة الصدر منها. ممكن جدا نعمل 3 صدور بالخلطة اللي هنعملها دلوقتي. هنستخدم سكينة حامية بقى ونبتدي نقطع الصدر نصين زي ما انتم شايفين كده. ونبدأ ناخد الحتة اللي بتطلع معانا دي، اول حاجة دي اسمها الموزة، بنحطها على جنب. وبعد كده بقى نسلك الموزة كلها بس تبقى حتة كده حلوة كده ومحترمة. بنطلعها. طبعا لو في اي دهون اي زيادات بنشيلها. كمان نبقى غاسلينه كويس جدا، ملح وليمون، وكمان لو في معلقة طحينة بتضيع اي زفارة. هناخد بقى بعد كده الصدر بتاعي، زي ما قلت لكم نبقى شغالين بسكينة حامية جدا، ويا ريت تبقى رفيعة. هبدأ اقسم الصدر عندي لنصين، مش هسيبه على بعضه كده. كده تمام. هبتدي بقى اقطع كل صدر، يعني هنحاول نقطعه قطع متساوية، ما تبقاش لا تخينة ولا رفيعة قوي، يعني متوسطة. يعني ممكن كل صدر يطلع لي من 3 ل4 قطع بعد ما قطعته نصين. ان شاء الله هعمل لكم فيديو تفصيلي ازاي نخلي الفراخ ونطلع منها الصدور، وكمان نطلع منها شيش او بانيه بمنتهى السهولة. هعمل في الصدر التاني زي ما عملت بالظبط في الجزء التاني من الصدر. هقطع كمان الصدر التاني اللي انا حطاه على جنب بنفس الطريقة. وكده بعد ما قطعت الصدرين نبدأ بقى نحضر الخلطة بتاعتنا، وهي كوباية من اللبن. يا ريت نحط كوباية ونص من اللبن، انا زودت بعد كده نص كوباية علشان عايزين الخلطة تبقى كتيرة شوية، وهقول لكم بعد كده ليه انا عايزة الخلطة تبقى كتيرة. عندي الهوت صوص بقى ده، وهو بطل الموضوع تقريبا، يعني بطل الخلطة. هحط منه حوالي 3 أو 4 معالق كبار. عايزة اقول لكم التتبيلة دي بجد من الاخر، انا عملت تتبيلات كتيرة جدا للستريبس او زنجر الدجاج، ودي احلى تتبيلة. هحط بقى معلقة من البصل البودر ومعلقة من الثوم البودر وكمان معلقة من بهارات الفراخ. يبقى توم باودر، بصل باودر، بهارات فراخ، وكمان عندي فلفل اسود وملح. تتبيلة سهلة جدا وبسيطة جدا، بس طعمها هيبقى مميز جدا. هقلب بقى المكونات كويس جدا. كده التتبيلة عندي جاهزة. هبتدي بقى احط شرايح الستريبس بتاعتي في التتبيلة دي. هقلبها فيها كده تقلبتين، وهسيبها في التلاجة مدة ما تقلش عن 4 ساعات. يا ريت يا ريت لو بيتناها فيها ليلة كاملة، طبعا هيكون افضل. هنبتدي بقى نحضر بعد كده خليط اللي هحط فيه الستريبس، اللي هو خليط الدقيق. عندي كوبايتين كبار من الدقيق، هحط عليهم معلقة كبيرة من التوم البودر، يعني نفس البهارات تقريبا اللي انا حطيتها على الفراخ. معلقة كبيرة من البصل البودر، معلقة كبيرة من بهارات الفراخ، كمان معلقة من البابريكا. خلطة الفراخ هي كمان هنحط فيها بابريكا، انا اسفة لو نسيت اصور اللقطة دي يعني. وفلفل اسود وملح. يبقى حاطين على الدقيق بهارات فراخ، بصل باودر، توم باودر، بهارات فراخ، ملح وفلفل اسود. هقلب كويس جدا. وهبتدي بقى الاهم خطوة اللي هنحط فيها الستريبس في الدقيق. هبتدي زي ما انتم شايفين كده، هاخد القطعة واحطها في الدقيق كويس قوي وهضغط عليها كويس قوي. هرجع ارجعها تاني في الخلطة بتاعتي، عشان كده قلت لكم زودوا شوية في الحليب عشان عايزين الخلطة تبقى كتيرة معانا. ليه عملت كده مرتين؟ عشان عايزة الطبقة بتاعت الفراخ تبقى طبقة مقرمشة وطبقة سميكة، وتديني الشكل اللي انتوا شفتوه ده. الحاجات اللي بتنزل اللي هي بواقي الخلطة لما بينزل على الدقيق
ونرجع نعيد الحكاية تاني. بيديني حتت كده شوية مكلكعة، لو بدوسنا عليها على قطعة الفراخ بتدي بعد كده قرمشة وشكل جميل جدا، وده الشكل المطلوب. خلصت الكمية كلها، هنروح بقى على الزيت زي ما انتم شايفين، زيت غزير ويكون سخن. وطبعا مش هنزل بالكمية بتاعت الفراخ كلها مرة واحدة، يعني هنزل بحوالي 4 أو 5 قطع، مش أكتر، ما نكترش كتير في الطاسة. والنار عندي هتكون بعد كده متوسطة عشان أضمن إن الفراخ تستوي، وكمان الكفر اللي على الفراخ ما يفكش معايا لو النار مش عالية. يعني لو الزيت بارد الكفر هيفك معايا. هسيبها من 5 ل7 دقايق، هتكون أخدت اللون الذهبي الجميل جدا ده. هبتدي أطلعها بقى على مناديل مطبخ تتصفى كويس، وهكمل الكمية التانية من الفراخ. زي ما انتم شايفين تحفة جدا. تعالوا بقى نحضر الرز. حلة عندي على النار، هحط فيها شوية من الزيت وبصلاية كبيرة مفرومة. هقلب البصلاية كويس كده لحد ما تدبل بسيط جدا. هضيف عليها مكعب من المرق، هقلب كويس جدا. هسيب بقى البصلة مع مكعب المرق كده، يعني تاخد لها تحميصة شوية لحد ما البصل لونه يتغير كده، يبقى لون ذهبي فاتح زي ما انتم شايفين. هنضيف بقى التوابل بتاعتنا اللي هي معلقة من البصل البودر، توم البودر، كمان بابريكا وشوية من الكركم، مش كتير يعني نص معلقة. هقلب كويس جدا. ريحة التوابل تطلع، هحط معلقة من الفلفل الأسود الصغيرة يعني مش كبيرة. بعد كده بقى هحط حوالي 3 معالق كبار من الكاتشب. هقلب. وكمان عندي حاجة مهمة جدا، معلقتين كبار من العسل، عسل النحل. ما تستغربوش، إضافة العسل بيدي طعم حلو جدا. هسيبهم كده مع بعض حوالي دقيقة، وهنزل عليهم بمية مغلية. طبعا بنعاير المية المغلية على حسب كمية الرز بتاعنا. بزود الرز شوية، المية شوية في الرز البسمتي عن الرز العادي. انا عندي ربع كيلو من الرز البسمتي، انا غسلاه مش نقعاه. اقلبه، اول ما يتشرب الميه ههدي عليه معامله الرز العادي خالص واسيبه يستوي. بس كده الرز استوى. اخد معايا حوالي ربع ساعه على النار بعد ما وطيت عليه. زي ما انتم شايفين طالع لونه حلو جدا وجميل جدا. تعالوا بقى نحضر صوص حلو جدا جدا هنحطه للفراخ. صوص تحفه. معلقه كبيره من الزبده وعليها معلقه كبيره من الثوم البودر. هقلبهم مع بعض لحد ما ريحه الثوم تطلع. هنزل بعد كده بنص كوبايه من الهوت صوص، وكمان نص كوبايه من عسل النحل. الصوص ده رهيب بجد، يعني انا ما دقتوش في حته قبل كده اصلا. مش هنحتاج بقى لا باربيكيو ولا اي حاجه. هسيبهم على النار حوالي دقيقتين كده يغلوا. خلي بالكم ما حطيتش ملح ولا اي حاجه. صوص طعمه مميز قوي، يعني حلو وحراق في نفس الوقت. خلاص كده الصوص جاهز معايا، والفراخ جاهزه والرز كمان غرفناهم. هبتدي بقى كده احطهم على وش الاطباق. طبعا انا قطعت قطع كده، والقطعه التانية هحطها سليمه زي ما هي. طبعا نحب ناكله زي ما احنا عايزين بالشكل اللي يريحكم. هحط عليهم بقى الصوص الرهيب جدا جدا ده. الطبق كله على بعضه طعمه في حتة تانية. يا رب يعجبكم، هستنى رأيكم في الكومنتات.